عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، يا رب تكونوا بصحة وخير وبتوحشوني جدا جدا جدا. النهاردة هنعمل مع بعض طواجن المكرونة بتاعت محلات الكشري. طاجن المكرونة بالفراخ وطاجن المكرونة باللحمة، وهقول لكم على الأسرار والتكات اللي بتعملها المحلات، بتخلي ريحتها حلوة قوي كده، بتجيبنا من آخر الشارع، وكمان مهما عملناها في البيت ما بتكونش بنفس الطعم والريحة. أنا هقول لكم على الأسرار والحركات اللي بيعملوها اللي بتخليها لها طعم وريحة مميزين. هنعملها في البيت أحلى بكتير من اللي بنشتريها من بره، وبتمن طاجن واحد هتغدي العيلة كلها. حبايب قلبي سموا الله وصلوا على الرسول، ويلا نبدأ في الطواجن بتاعتنا على طول. بسم الله. هنبدأ الفيديو بتاعنا وهنبدأ بالصلصة. انا هنا معايا كيلو من الطماطم مقطعاه انصاف كده زي ما انتم شايفين، ومعايا بصلتين صغيرين. قطعت البصل فوق الطماطم، وبعد كده هنولع النار ونحط لها نص كوبايه او كوبايه الا ربع من الميه، ونغطيها ونسيبها لما تستوي خالص، وتتسلق الطماطم وتستوي. هنعمل بقى الفراخ. معايا هنا طاسه على النار، حطيت فيها مكعبين من الزبده او معلقه سمنه وشويه من الزيت، هنقلبهم لحد ما يسخنوا جدا. وبعد كده معايا حوالي 300 جرام من صدور الفراخ مقطعاها مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنزلها على السمنه والزيت وهم سخنين، وهسيبها شويه لحد ما تنزل ميتها وتشربها وتكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ولونها هيتغير. بعد كده هنضيف نص معلقه صغيره من الثوم المهروس، وهنقلبها مع الفراخ لحد ما تتشوح ونشم ريحتها. بعد كده هحط كبشه صغيره كده من الكرفس. الكرفس بيديها ريحه حلوه قوي وطعم حلو، ولو مش موجود عندك ممكن تبدليها بكبشه صغيره كده من الكزبره. بعد كده معايا حوالي بصلتين صغيرين متقطعين كده بأي شكل، مش لازم بشكل معين. هنزل على الفراخ والثوم والكرفس والحاجات اللي موجودة كلها في الطاسة، ونقلبهم كويس لحد ما تتشوح كده ونبدأ نشم ريحتها. بعد كده هنبدأ نتبلها بقى. نص معلقة صغيرة من البصل البودر، معلقة ونص صغيرة من البابريكا، وكمان معايا رشة كده صغيرة من الفلفل الأسود، نص معلقة صغيرة من 7 بهارات او البهارات السبعة، وربع معلقة صغيرة من ورق اللورة على الحبهان. انتوا متعودين معايا انا طحناهم على بعض، وطرف معلقة صغيرة جدا، بصوا حاجة بسيطة جدا من القرفة، تديها تست خفيف كده، بس بتفرق جدا يا جماعة القرفة معاها. بعد كده هشوحهم كويس جدا مع بعض، الفراخ مع البصل مع التوابل اللي حطيناها، لحد ما ريحة التوابل كده تبدأ تظهر. وفي النهاية بحط كده كبشة صغيرة من الفلفل الألوان أو الفلفل الأخضر الموجود عندك استخدميه. وبعد كده هنملحها بمعلقة ونص صغيرة من الملح. المعلقة اللي أنا مستخدماها كلها معلقة الشاي، حطيت منها معلقة ونص. كده خلاص احنا جهزنا الحشوة بتاعة الفراخ. تعالوا بقى هنعمل مع بعض حشوة اللحمة. طاسة على النار، برضو شوية زيت وحتة زبدة أو معلقة سمنة، وهنا معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة. هننزلها في الطاسة وهي سخنة، يعني بننزل اللحمة على الزيت والسمنة وهم سخنين، وبنفضل نقلب فيها لحد ما تفلفل وتنزل ميتها وتشربها كده. وبعد كده بنشوف هنعمل مع بعض ايه. بصوا انا ما بنزلش حاجة غير بعد ما اللحمة بتفلفل من بعضها كده. بعد كده حطيت كبشة صغيرة كده من الكرفس، وبرضو حوالي بصلتين متقطعين اي تقطيعة كده عليهم، وهنقلب البصل مع الكرفس مع اللحمة لحد ما يتشوحوا مع بعض، وابدأ اشم ريحة البصل. دايما ما نحطش التوابل ولا اي حاجة غير لما نقلب البصل كده ونشم ريحته، نبدأ نحط التوابل بتاعتنا. بعد كده حطيت نص معلقة صغيرة او ربع معلقة صغيرة من الثوم المهروس، وهنقلب كل المكونات اللي في الطاسة مع بعضها، ونبدأ نتبلها بقى كده. رشة من الفلفل الاسود، ونص معلقة صغيرة من ال7 بهارات، نص معلقة صغيرة من البصل البودر، وطرف معلقة صغيرة من القرفة، وكمان ربع معلقة صغيرة من ورق اللورة على الحبهان. طبعا خلاص احنا اتعودنا مع بعض ان احنا بنطحنهم وبنحطهم في معظم الاكلات بتاعتنا. وفي النهاية هنحط كده برضو كبشة من الفلفل الالوان او الفلفل الاخضر، وممكن تستغني عنهم خالص، بس بتفرق في الطعم وبتديها ريحة وتست حلوة قوي. طبعا هنقلب الفلفل لحد ما يبدأ يدبل حاجة بسيطة ونطفي عليه. ما بنسيبهوش لما بيستوي، بنسيب فيها جرشة بسيطة كده، مش عايزينه يستوي قوي. وهنا الطماطم بعد ما استوت، طبعا انا كنت حاطه لها نص كوبايه من الميه، والطماطم نزلت ميه، سبتهم لما نشفوا خالص وبقى فيها حبه ميه بسيطه خالص. بعد كده بسيبها لما تبرد وبضربها في الخلاط، بس اهم حاجه بسيبها لما تبرد خالص، ما تضربيش حاجه سخنه في الخلاط، او لو عندك هاند بلندر ممكن تضربيها وهي سخنه. بعد ما ضربتها ونعمتها، وما بنشيلش القشر ولا حاجه، القشر يا جماعه مش بنصفيها، القشر بتاعها بيكون مستوي.
طبعا زي ما انتوا شايفين الصلصة قوامها تقيل وغليظة، انا عايزاها خفيفة خالص عشان تسوي المكرونة بتاعتنا، لان هنعمل المكرونة بتاعتنا نية. فانا بزود لها كوبايتين من المية او كوباية ونص لحد ما تخف. طبعا على حسب كمية الصلصة اللي انت عاملاها زودي مية. انا عايزة الصلصة بتاعتي تكون خفيفة مش تقيلة، تاني بأكد الصلصة عايزاها خفيفة مش تقيلة علشان تسوي لنا المكرونة. هنبدأ نتبلها بقى، معلقتين من البابريكا، ورشة كده من الفلفل الاسود، ومعلقة ونص من الملح او معلقتين من الملح صغيرين. وهقول لكم على التكة بقى اللي بيعملوها اصحاب المحلات اللي بتخليها ريحتها مميزة ومختلفة عن اي صلصة تانية بنعملها. ولو بتعملي الكشري اعمليه بنفس الطريقة دي. هقولك على تكة المحلات بقى اللي بتخليها مميزة، هي عبارة عن ايه. معايا كده معلقة صغيرة مليانة من التوم ني يا جماعة، التوم ني مهروس ناعم. وبعد كده بحط 4 معالق كبيرة من الخل، وقلبي بقى كده وسيبيها تغلي غلوتين وشمي احلى ريحة صلصة مختلفة خالص عن اللي احنا بنعملها. التكة دي ان انت تحطي التوم ني ومعاه الخل بتفرق جدا في الاخر في الريحة. في ناس بتحطها في الاول وتشوحها، جربي كده حطيها في الاخر وسيبيها تغلي غلوتين وقولي لي ايه رأيك. وكمان كده معايا نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناعمة المطحونة، وقلبي واحلى صلصة بقت معانا. هنا بقى هنبدأ نرص الطواجن بتاعتنا، واي طواجن عندك موجودة اشتغلي بيها. لو عندك طواجن فخار اشتغلي بيها، لو عندك طواجن من اللي هي الخزف اشتغلي بيها، لو عندك صينية ألمونيوم حطي فيها، لو عندك صينية ازاز حطي فيها، اي حاجة موجودة اشتغلي مش هتقول لا. بنرش رشة من الزيت كده ونبدأ ندهن بيها الطاجن، ونحط بقى سواء الفراخ او اللحمة في الأرضية بتاعة الطاجن بالكمية اللي انتوا عايزينها. وبعد كده انا معايا هنا مكرونه نيه. المكرونه نيه يا جماعه مش مسلوقه. هتقولي لي يا دنيا طب ما انتي عملت لنا قبل كده طاجن الفراخ وكنتي عاملاه بالمكرونه ومسلوقه نص سلقه. اللي بيفرق يا جماعه ما بين المكرونه النيه والمكرونه المسلوقه نص سلقه وقت التسويه في الفرن مش اكتر، بس النتيجه هيها بالظبط. عايزين تستخدموها مكرونه نيه استخدموها، عايزين تستخدموها مكرونه مسلوقه نص سلقه تمام، كده ماشي وكده ماشي وبتدي نفس النتيجه بالظبط. بس انا هنا استخدمت لكم المكرونه نيه زي المحلات بالظبط ما بيعملوها. طبعا بحط في كل طاجن شويه كده، وحاولي ان انت ما تمليش الطواجن قوي، بتسيبي في كل طاجن قد عقله صباع كده علشان المكرونه هتستوي وهتزيد. وطبعا غطيتها بالصلصه زي ما انتم شايفين. بنبدا نحط الصلصه ونغطي بيها الطواجن كلها لحد المكرونه ما بتكون متغطيه بالصلصه. وباكد المعلومه يا جماعه الصلصه بتكون خفيفه مش تقيله. وبعد كده بنجيب ورق من ورق الزبدة وبنحطه على وش الطواجن، وبجيب ورق فويل وبغطيها بيه، وبحاول ان انا الف ورق الفويل كويس قوي قوي قوي، ويعني اغلف بيه الطواجن كويس قوي علشان البخار اللي هيطلع منها هو اللي هيسويها. طيب انا لو ما عنديش يا دنيا ورق الفويل ده اعمل ايه؟ بصوا اهم حاجة ان احنا نغطي الطاجن كويس. ممكن تغطيه بغطا، ممكن تغطيه بطبق وتحطي فوقه حاجة تقيلة. المهم ان احنا بنغطي الطواجن كويس قوي قوي ونخلي البخار بتاعها مكتوم جواها علشان يسويها. هو ده اهم خطوة. حاولي بقى ان انت هتتصرفي بالامكانيات اللي موجودة عندك، اهم حاجة ان انت تكوني كاتمة البخار بتاعها جواها. طيب التسوية ازاي؟ بنولع الفرن على درجة حرارة 220 في الاول، او اعلى درجة عندك في الفرن حوالي 10 دقايق. يعني بدخل الطواجن على فرن سخن. اول نص ساعة بسيب الطواجن على درجة الحرارة العالية، وبعد كده بهديها اخر وقت للتسوية حوالي ربع ساعة، بهديها على درجة حرارة 180 او 170. طيب اعرف منين ان المكرونة استوت يا دنيا؟ بترفعي كده الغطا او الورقة وتبداي تختبريها بشوكة او بخلة وتشوفي المكرونة استوت ولا لا. المكرونة تمام واستوت خلاص بنغطيها ونقفل الفرن. طيب المكرونة لسه مستوتش او حاسة ان هي نية وحاسه ان السوائل قليله، ممكن تزودي شويه صلصه او تزودي شويه ميه مفيش مشكله، وتغطيها تاني وتسيبيها تستوي. خدت قد ايه معايا في الفرن؟ خدت حوالي ساعه الا ربع وكانت الطواجن جاهزه. وهنا الطواجن بعد ما خرجت من الفرن بسم الله ما شاء الله كانت ريحتها قلب الدنيا، ريحتها حلوه جدا 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 زي اللي بنشتريها من بره ويمكن احلى كمان، ومضمونه. عملناها في البيت بمنتهى النظافه وعارفين احنا حاطين فيها ايه. تكات وحركات المحلات انا قلتها لكم كلها، جربوها وهتلاقوها بنفس الطعم والريحه وتحدي.
مستنياكم تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم فيها. والمكرونه والفيديو بتاعي خلاص خلصوا. اللي عجبه الفيديو يا ريت يا ريت يعمل لي لايك. مستنياه تعليقاتكم، مستنياكم تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم. واشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.